على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله. النهارده هنعمل مع بعض عملنا النهارده هنعمل مع بعض كحك العيد بس على البارد، بطريقه سهله وبسيطه ان شاء الله. بيتكون من كيلو دقيق، كوبايتين ونص سمنه، بس سمنه على البارد ما نسخنهاش، 3 معالق كبار سمسم، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه صغيره ريحه الكحك، نص كوبايه لبن. خليكم معانا عشان نشوف الخطوات مع بعض. هنحط كيلو دقيق، هنحط المكونات الجافه كلها في الاول. السمسم حمصت السمسم على النار عشان الكحك ده هنعمله على البارد. هنحط السمسم، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه كبيره سكر، معلقه صغيره ريحه الكحك، لو مش عايزه تحطيها عادي براحتك. بعد كده احط نص كوبايه لبن، كوبايتين ونص سمنه، هنقلب المكونات دي كلها مع بعض. نحاول ندخل السمنه كويس في الدقيق، يكون كده شكلها. ودي شكل العجينه بعد ما خلصناها. ما تزوديش اي حاجه، هي كده مظبوطه خالص. يتهيألك انها مش طريه، بس هي كويسه اهو، اتلمت معانا بكل سهوله. هنبتدي نقطع الكحك مع بعض. وفي ناس بتحط خميره، هو انا حطيت بيكنج باودر بدل الخميره، ومش بنخليه يخمر طبيعي. هو لغايه ما بتكوني خلصتي تقطيع الكحك بيكون خد خمور حبه. هنبتدي نقطع مع بعض. بنحط كده، وبعد كده ببتدي اشكل. ونبتدي نشكل الكحك على حسب الشكل اللي انت عايزاه. ممكن نشكل برضو بالكوباية كده، ونضغط عليها كويس. ممكن دي برضو على حسب الشكل اللي انت عايزاه. من الكحك هنقطعه على شكل مش مدور، هنشكله. الكحك يا حبايبي بعد ما خلصنا تقطيع وشكلناه، اذا كنتي حاطه خميره تسيبيه يخمر، وتعرفي ازاي انه خمر، انك بتلاقيه شديد كده وماسك نفسه. شايفين التشكيله دي بتاعت الكوبايه بجد شكلها حلو. ممكن تشكليها زي ما انت عايزه. بعد كده بحطها في الفرن
على درجة حرارة 180. بسخن الفرن قبل ما احطها لمدة 10 دقايق، وبخليها حوالي ربع ساعة على الرف الوسطاني. وخليكم معايا، هنحطه في الفرن وبعد كده نشوف شكل الكحك ايه شكله. خليكم معايا. وده شكل الكحك يا حبايبي بعد ما طلعناه من الفرن. قعد في الفرن حوالي ربع ساعة، بس ده على حسب الفرن بتاعتك، ممكن تاخد وقت اكتر من كده. شكله حلو خالص. واعرف ازاي انه استوى اهو. شوفوا يا حبايبي شكله ايه من تحت، لونه احمر وجميل، لون ذهبي كده جميل بجد، حلو خالص. وممكن زي ما قلت لك، ممكن الكحك يقعد فترة اكتر من ربع ساعة في الفرن على حسب الفرن بتاعتك. دلوقتي هنرش عليه سكر. بعد كده هنرش السكر المطحون عليه، نطحن السكر. ده شكل الكحك يا حبايبي بعد ما رشينا عليه السكر. بجد شكله جميل خالص ولونه تحفة. وان شاء الله النتيجة هتعجبكم خالص. شايفين الكحك، كمية كحكة حلوة بكيلو دقيق. شايفين الكحكة دايبة خالص، شايفين دايبة ازاي، بجد جميلة وتحفة هتعجبكم. اذا عجبتكم الوصفة ما تنسينيش باللايك والشير والاشتراك في القناة. والى اللقاء في وصفة تانية، في رعاية الله.